كم مره اقول لك ان لما الزمالك بيكسب الدنيا بتنور قوي قوي. النهارده نورت جامد. بص، مع كل التوقعات بعد ما خرجنا من سيراميكا في الكاس ان كله متوقع ان احنا هنيجي النهارده قصاد حرس الحدود هنعمل كارثه، ما عملناش كارثه. سبحان الله سبحان الله، الزمالك ما عملش كارثه قصاد حرس الحدود، والزمالك بيكسب حرس الحدود ب 2-0 عن طريق فتوح وناصر منسي. بس لا بقى هو ايه الكتالوج يا اولاد؟ هو ايه الكتالوج يا اولاد؟ احنا بنعمل ايه يا اولاد؟ تخيل يا مؤمن ان احنا النهارده فريق سيراميكا خسر من بيراميدز 1-0، وبالتالي سيراميكا بقى عنده 35 نقطه والزمالك 34 نقطه وبيراميدز 34 نقطه، وعندك الاهلي هو كمان ب 33 نقطه. انت متخيل بقى ان سيراميكا عندهم 35 نقطه ولاعبين ماتش زياده؟ يعني لو الزمالك لعب الماتش اللي له وكسب، الزمالك هيبقى اول الدوري. اخبط اشتراك ولايك يا ابو الصحاب، وتخلينا بقى نخش في تفاصيل الماتش، يعني تفاصيل الماتش اللي ما كانتش توحي خالص بين الزمالك المفروض ان هو يكسب. وصدقني ان انا هنزل كمان على القناه هنا بكره حلقه تحليل ان احنا نتكلم عن كل حاجه في الماتش، بس لما اقعد بقى واتفرج تاني وبتابعهم وبالراحه وابص على كل لقطه لقطه. بس احنا النهارده جايين نتكلم على مكسبنا. احنا كسبنا، احنا بنكسب، احنا بنعرف نكسب، احنا عادي اهو. احنا لحد دلوقتي مع معتمد جمال في الدوري ما خسرناش ولا ماتش، ما خسرناش ولا ماتش، ما تعادلناش ولا ماتش. احنا بنكسب في الدوري من ساعه ما معتمد جمال جه. صاحبي يا حاج معتمد، لو انت شايف ان الزمالك هياخد الدوري وخرجتنا من الكاس عشان كده، صاحبي انا هشد لك القبعه. صح، انت جامد يا صاحبي، والله انت جامد يا صاحبي، اقسم بالله. خرجنا من الكاس ماشي، نفسنا مش هيبقى طويل في الدوري، والله كلنا متوقعين كده، بس انا متوقع من الزمالك اي حاجه بالمنظر ده بجد. اللعيبه عندها روح، الجمهور عنده روح، المدرب عنده روح، كله عنده روح ان هو عايز يكسب. انا النهارده لحد ما جبت الجون بتاع فتوح انا قاعد خلاص، كلنا يأسنا وفقدنا الامل وقلنا الزمالك مش هيكسب والزمالك مش هيعدي قصاد حرس الحدود، والماتش ده هيبقى بدايه بقى السلسله بتاعت الخسائر وبتاعت وجع القلب، والزمالك هيجرى له حاجه وهنلاقي الزمالك هوب بتاع. ما حصلش، وبنعرف ان احنا نكسب حرس الحدود 2-0 عادي اهو. كنا المفروض ان احنا نقدر نلعب ماتش زي ده قصاد سيراميكا، بس ليه لعبنا في التشكيل ما اعرفش. النهارده نزلنا بالتشكيل مظبوط، النهارده نزلت بالفريق بتاعك اللي هو بيلعب، اللي قدم معاك، اللي لعب معاك كويس. عدي الدباغ، لعبت بعبد الله السعيد، لعبت بالرجاله بتوعك. بنتايك النهارده يعني ماشي اسيست حلو يا بنتايك، اسيست جامد يا بنتايك، ماشي. النهارده فريقك كله بيلعب كويس، في روح. بعد ما خرجنا من سيراميكا الماتش اللي فات بنعوض الماتش ده. ايه بقى والله العظيم ثلاثة مستوى الدوري المصري ما يستحق ان احنا نجيب له لعيبه من الصين يعني، ولا حاجه. لعيبتنا الناشئين شغاله. الواد محمد ابراهيم حسن خرج مصاب، وانا زعلان ان هو خرج مصاب، بس ما كنتش احب محمد ابراهيم حسن. لعيب كسبناه. محمد السيد لعيب كسبناه. بقيه الفريق لعيبه كسبناه. اكتشاف ناصر منسي. ايه وات از ناصر منسي يا اولاد؟ وات از ناصر منسي يا اولاد؟ هو ايه ناصر منسي ده يا جدعان؟ ظاهره ناصر منسي ده الفينومينا بتاعنا بجد. ناصر منسي ده الفينومينا بتاعنا، ده ذيس از ار 9 ناصر منسي. انت صاحبي ايه يا صاحبي؟ فهمني بس، انت إيه الكلام ده جايبه منين؟ الواد كل ماتش يا بيبسم اسيست يا بيبسم جون، بقاله من ساعه ما معتمد جمال جه. وناصر منسي هو كل حاجه في الزمالك يا جدعان. جون فتوح فشيخ، جون فتوح فشيخ. فتوح جاب جون عظمه العظمه، ما تقدرش ان انت تقول حاجه غير كده. بس ناصر منسي انت خدت اسيست من فتوح، وان تاتش يا باشا، هو ده المهاجم اللي انا عايزه. وان تاتش يا باشا، خش على الجون، ادي هات لي جون. لقيت الجون طالع، ما تقعدش لسه تستصرف فيها وتعمل فيها حاجه، هاتها جون. انا بجيب جون، انا بفرح، انا بعرف اكسب اتنين اهو. ادخل ودي يا باشا، ادخل ورزع وخبط ودي واعمل اسيست وهات كوره من ده واعمل مع كوره من ده. ده اللعيب اللي انا عايزه يا جدعان في الزمالك كمهاجم يا جدعان. مش تقول لي سيف الدين الجزيري واللي هو بيعمله. انت بتعمل ايه يا سيف؟ شوف يا سيف، اتفرج يا سيف يا جدعان. انتوا بتتمرنوا في تمرينه واحده يا جدعان، بتتمرنوا في تمرينه واحده بجد. اللي بيعمله ناصر منسي ده حاجه غير طبيعيه بالمره، غير طبيعيه بالمره. انت بسبب ناصر منسي انت النهارده احسن هجوم في الدوري. انت متخيل ان انت احسن هجوم في الدوري ب 28 جون؟ معلش انا اسف برضه، انا اسف. هي لعيبه اساطير اقسم بالله العظيم، ثلاثه جاحدين اللي بيعملوه لعيبه الزمالك ده بجد فوق المستوى بكتير. بس انت معلش هتقول في الاخر ان انت لا عندك دكه وفريق كسر والدنيا كلها شباب والفريق لسه صغير، وبقدر اكسب حرس الحدود، بقدر اكسب قبل كده قرابه الاسماعيليه، بقدر اكسب قبل كده المصري، بقدر اكسب في الكونفدراليه، بقدر احط على كذا شيفز. الماتش الوحيد اللي جالنا مني سيراميكا، احنا ما خسرناش من ساعه ما معتمد جمال جه غير ماتش سيراميكا بس. غير كده ما في ستريك، ما فيش خساره، ما فيش حاجه. انت في الدوري لحد دلوقتي بقالك 4 5 ماتشات انت بتكسب. انت عارف هي حطتك فين؟ انت عارف انت دلوقتي فين؟ انت شايف انت فين؟ انت شايف وضع الزمالك شكله ايه؟ ده احسن بكتير يا جدعان. بترد لنا الدمويه يا جدعان، الدنيا بتنور يا جدعان من الزمالك. بص يا استاذ ناصر منسي، قلب احمر، مش اصفر، احمر. انا معايا اصفر والله، بس هو قلب احمر الاستاذ ناصر منسي. انت فظيع اقسم بالله العظيم ثلاثه يا جدعان بجد. ظاهره تدرس، ظاهره ناصر منسي من ساعه ماتش السوبر قصاد الاهلي اللي الراجل نزل جاب جون رزق، يعني جون حلو رزق ماشي جميل، بس بنى على الرزق ده، الواد ده تطور غير طبيعي. انا ما كنتش متخيل ان انت هتوصل لهنا. جمله تانية بقى عشان لازم ان احنا نتكلم فيها. فتوح صاحبي
جمهور الزمالك النهارده كان بيهتف لك وهات اللعيبه انت يا فتوح ويلا يا فتوح وانت جميل يا فتوح. بالله عليك يا صاحبي اظبط، بالله عليك يا شيخ لا تظبط، بالله عليك يا شيخ، بالله عليك يا شيخ لا تظبط السنه دي بس، السنه دي بس اظبط لنا في الدوري السنه دي مع الزمالك، وبعد كده نروح نلعب مع المنتخب مصر كاس العالم نلعبه بشكل كويس. والله العظيم يا اخي هتفرق معاك. انت بالنسبه لنا ما تعرفش انت فين. فتوح ده يا جدعان اقسم بالله من احلى الباكات اللي ممكن تكون جت في تاريخ مصر، بس هو يثبت ويعقل ويفوق والدنيا هتظبط بقى. اعلى 100 100 فتوحنا 100 100 فتوح النهارده 100 100 فتوح النهارده 100 100 فتوح النهارده. انت هتخلق لي كميه اختيارات لو رجعت لمستواك. انا اقدر العب عليك بيك على الباك الشمال واقدر العب بيك في مركز 6 اللي مش موجود عندي. ارجع يا فتوح، فوق فوق يا فتوح، الدنيا معاك حلوه والله. النهارده عملت اسيست وجبت جون. ايه ده ايه ده ايه الجون ده؟ جمال عبد الحميد رجع تاني ولا ايه يا فتوح؟ قول لي بس يا صاحبي انت مين؟ هو ذات هو ذات. بص كنا ممكن نطلع نقول كلام مش حلو لو الزمالك كان اتعادل او خسر من حرس الحدود، بس لما يبقى فريق ليك او انت بتشجعه عنده الرغبه ان هو عايز يكسب هتطلع تقول عليه كده. الزمالك النهارده فريق كان عنده الرغبه، فريق قدر ان هو يطلع يكسب حرس الحدود حتى ولو كان حرس الحدود وهو بيلعبنا في المركز ال 16. بس انت عارف لما بتعاقب مع الزمالك في ماتش بتبقى شكلها عامله ازاي. بس انت حتى وهي معقربه انت بتعرف تكسب. احنا لعبنا شوط اول زي الخرا، احنا ما عملناش هجمه بجد، احنا ما عملناش هجمه. بزيرة بيحنكش والباقي بيحنكش وكله بيحنكش، بس في الاخر عرفنا نكسب. في الاخر انت اكتر من لعيبه عندك بيقدر ان هو يخلص لك ماتشات. اتمنى ان احنا نفضل على كده. اللي جاي مش سهل، احنا المفروض ان احنا هنلعب في الدوري نكمل المنطقه اللي احنا موجودين فيها دي اللي هو الدور الاول، ان احنا حتى لو فنشناه اول فالدوري ما خلصش، احنا ما كسبناش. احنا مركزنا حلو دلوقتي مقابنا كويس، بس الاهلي وبيراميدز لسه بيكسبوا. بيراميدز ادانا هديه قصاد سيراميكا بس لسه برضه. لكن الفكره اللي موجوده بالنسبه لي ان انت اثبت تخلص الدور الاول بمكسب، ولما نخش الدور الثاني نبقى نشوف، نبقى نبص، نبقى نشوف السبع فرق اللي هيبقوا معانا شكلهم عامل ازاي. واكيد الماتشات مش هتبقى بسهوله الماتشات اللي موجوده دلوقتي، لكن كل اللي بيعمله الزمالك لحد دلوقتي اعجاز. وانت النهارده متضايق، يعني كلنا متضايقين جدا ان ازاي الدوري مش مكمل بكل الفرق. الدوري مكمل بسبع فرق، انا لو مكمل بكل الفرق بالمنظر ده بالطريقه دي هقدر ان انا اكسب كل الفرق الصغيره وهتلط شويه قصاد الفرق الكبيره. لكن المشكله ان انت هتلعب سبع ماتشات قصاد فرق كبيره. ان شاء الله نوصل لمكان احسن، ان شاء الله الزمالك يقدر ان هو يعمل حاجه احسن في قادم المناسبات. بكره على نفس القناه هننزل بتحليل الماتش، هنحلل الماتش كله وهنحلله بشكل احسن بكتير بتطور كتير للقنوات بتاعنا سواء القناه دي او القناه التانيه. وانا هحط لك الروابط تحت في الوصف وهحط لك برضو اشكالهم هنا بحيث ان انت لو حابب تروح تشترك. وزي ما انا قلت لك ان احنا بنحاول نحول الدنيا. امبارح بس حصل غلطه واضطرينا ان احنا ننزل الفيديو بتاع المحليات على القناه التانيه بسبب غلطه بس في الباسوردات وكده، بس الحمد لله ان شاء الله النهارده اتحلت يعني. فلو حابب تخبط لايك تخبط اشتراك تظبط الدنيا تروق الكلام. تفتكر ان كان معاك شافعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.